بمناسبة الذكرى 48 للمسيرة الخضراء، احتفلت منظمة جمع شمل الصحراويين الملكيين عبر العالم بحدث رائع ومميز في جهتي الدار البيضاء سطات وبني الخنيفر. شهد الحدث الاحتفالي حضور السيد عمر الموداني رئيس الوطني للمنظمة، الذي قاد الاحتفاليات بهمة وروح حماسية تعكس الفخر والاعتزاز بالتاريخ العريق للمغرب. تميزت فعاليات الاحتفال بجو من الفرح والترحيب، حيث اجتمع أفراد المنظمة والمشاركون من جميع أنحاء العالم للاحتفال بالذكرى الخالدة للمسيرة الخضراء. شهدت الفعاليات مجموعة متنوعة من الفعاليات والأنشطة، بدءا من المحاضرات التوعوية حول أهمية المسيرة الخضراء ودور المغرب الريادي في قضية الصحراء المغربية، وصولا إلى الأنشطة الترفيهية التي أضفت بعض من المرح والسعادة إلى الحدث. ركزت المحاضرات والنقاشات خلال الاحتفال على أهمية الوحدة الوطنية وضرورة الحفاظ على التراب الوطني ودعم قضية الصحراء المغربية. تحدث المشاركون بإلهام عن التضحيات التي قدمها المغاربة خلال المسيرة الخضراء والدور الحيوي الذي لعبه الملك الراحل الحسن الثاني في هذا الحدث التاريخي الهام. الحفل شهد أيضا تكريم الشخصيات المؤثرة والناشطين الذين ساهموا بشكل كبير في نشر الوعي حول قضية الصحراء الغربية ودعم المبادرات الإنسانية في هذا السياق. تمثل هذه المناسبة فرصة للتلاقي والتواصل بين أفراد المنظمة وتعزيز روح المحبة والوحدة بين المغاربة المقيمين في مختلف دول العالم. في الختام، تجسد هذه الاحتفالات الرائعة الروح الوطنية والانتماء للمغرب، وتؤكد على أهمية دعم القضية الوطنية والمشاركة الفعالة في الأنشطة والفعاليات التي تسعى إلى تعزيز الوحدة والتلاحم الوطني. تبقى قضية الصحراء المغربية واحدة من أبرز القضايا التي تجمع الشعب المغربي، وهذا الاحتفال يعكس التزام الجميع بالدفاع عن تراب الوطن وحمايته من أي تحديات تواجهه.